هنخزن مع بعض الملوخية الخضراء، هتفضل معاكي خضرة زي ما هي طول السنة، هتفضل طازة في الفريزر زي أول كيس زي آخر كيس، هتكون طعمها رائع جدا. أول حاجة معانا هنا معايا ضفت حوالي 2 كيلو من الملوخية، غسلتهم حلو جدا، بعد كده خرطتهم بالمخرطة. وهنا هعملهم، هنا معايا حوالي كوباية من المية، مش أكتر من كوباية من المية، علشان تفضل معانا خضرة بلون حلو بتاعها. هنحط رشة من نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من السكر، وهنحط كمان اللي هيخلي لونها دايما اخضر وهتحافظ باللون بتاعها، هنحط رشة من الكربوناتو، يعني رشة بسيطة جدا من الكربوناتو، شايفين رشة بسيطة جدا، بس هتخلي اللون اخضر زي ما هو، مش هتغير اللون معانا، هتفضل خضرة زي ما هي كده. خلاص معانا غلت. لو عايزة حابة تعمليها بشوربة مفيش مشكلة، انا عاملاها بمية عادية خالص، ممكن تحطي مكعب مرقة كمان هيديها طعم حلو جدا كده. خلاص الميه غلت معانا، هننزل بالملوخيه اللي خلطينها بالمخرطه، وهنا كده خلاص نزلنا بالملوخيه، يا دوبك بتغلي غلوه واحده وبنطفي عليها كده. خلاص كده بقت معانا الملوخيه تمام، شايفين اللون زي ما هي كده. خلاص يا دوبك تدي غلوه واحده ونطفي الاكياس لما تبرد تماما، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وهنا خلاص بعد ما الملوخيه بردت معانا تماما، شايفين لون الملوخيه، شايفين اللون تحفه، والمطة بتاعت الملوخية حلوة جدا. هنعبي في الكياس على قد كمية الاكل، يعني ما ينفعش اطلع الكيس اخد منه جزء واشيل الباقي تاني في الفريزر، على قد الكمية اللي انا هعملها اكل النهاردة مثلا. خلاص دي كده اكلة مش هينفع ان هي احطها تاني في الفريزر. شايفين تقلها دي كده تقيلة ليه؟ احنا لسه هنزودها لما نيجي نطلعها من الفريزر، بنكون مسخنين الشوربة حلو جدا، بعد كده بننزل الكيس بتاع الملوخية بتاعنا لحد ما يفك في الشوربة وهي سخنة. ما ينفعش احط الملوخية في شوربة باردة، لازم الملوخية هي ومتفرزة نطلعها على شوربة سخنة ونقلبها، وممكن نطفي عليها ونسيبها لحد ما تفك تماما، وبعد كده نرجع نسخن الملوخية بتاعتنا، هتفضل خضرة زي ما هي. هنا شايفين لون الملوخية بتاعتنا اهي، ادي اللون تحفة جدا. هخلص باقي الكمية ونشوف مع بعض احلى ملوخية.